يا أهلين، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. من بداية رمضان وأنا مشتهية هذه الأكلة اللي هي توست بالتونة. طبعا هذه الأكلة كنا نسويها كل رمضان تقريبا. مرة أعشقها الصراحة، يعني من زمان نسويها وزي كذا. طبعا في ناس ما يحبوا التونة، يمديكم تستبدلوا بدجاج. هنا حطيت المكونات كلها: بصل وبشرتلي جزر، وبعدين قلبتهم. الصراحة مرة طلعت في الأخير فنانة. وهنا حطيت لي طماطم قطعتها مربعات وبعدين قلبتها، وبديت أحط لي الشبت والفلفل الرومي وقلبتهم مع بعض. وبعدين حطيت البهارات، طبعا البهارات ملح وبهارات مشكلة فلفل بودرة. وبعدين حطيت لي معجون طماطم، طبعا على حسب الرغبة لكل شي حابينه. وهنا حطيت لي مكعب واحد من الماجي، لأن راح أحط لي في البشاميل برضو ماجي. وآخر شي حطيت لي التونة وقلبتهم زي الناس على النار. شايفين كذا؟ خلاص يعني صارت. الحين بسوي البشاميل. حطيت لي زيت وشوية دقيق، رشة كذا خفيفة من الدقيق لما أتعجن. بعدين حطيت لي الحليب، يعني هذه الخطوات سووها بسرعة عشان ما يتكتل معانا الحليب والدقيق. وقعدت ألخبط يعني لين ما ثقل معايا. وبعدين حطيت لي مكعب ماجي وقلبته بحركة سريعة، والحمد لله يعني ما اتكتل معايا وثقل. وبعدين حطيته فوق الطبقة حقت الصينية. هنا حطيت لي شوية سكر، وبعدين حطيت لي مكعب واحد من الماجي، وحطيت لي برضو ملح. طبعا إذا حابين نص مكعب ماجي يعني عشان ما يطلع مرة. أنا الصراحة طلع معايا متزن. وهنا بعد ما خلصت كل شي جهزت الصينية والتوست. طبعا طلعت معايا الكشنة أكثر من البشاميل. وهنا أول شي حطيت لي طبقة البشاميل لحال، بعدين حطيت لي التوست. طبعا أنا حطيت لي توست هذا النوعية اللي بالحليب، أتوقعت إنه طعمه ما حيجي يعني عادي، جاني كذا طعمه شوية سكر. بس الأفضل إنكم تاخدوا التوست العادي يعني الأحمر كذا. المهم هنا حطيت لي طبقة من البشاميل، هذه ثاني طبقة يعني. وبعدين جبت هذا اللي كشناه قبل وحطيناه على طبقة فوق طبقة البشاميل ووزعناه. طبعا أنا حاولت قدر ما أقدر إني أوزعه بالتساوي، فيعني كفى ما عدا البشاميل آخر شي ما كفى. وهنا راح أحط لي آخر طبقة اللي هي عبارة عن البشاميل، وحاولت إني أوزعها زي الناس يعني أسد الفراغات وكذا. ما كان عندي جبن، لو كان عندي كان حطيت فوقها يعني حيطلع أحلى. وهنا بعد ما خلصت حطيتها على الفرن على 150 درجة، وبعدين رفعت الدرجة ل200 عشان يستوي أكثر يعني بسرعة. وهنا بعد ما طلعتها شايفين كيف شكلها؟ ما شاء الله مرة تشهي. طبعا ذوقتها لأخواتي، مرة حبوا يعني طعمها وزي كذا.
فأتمنى والله إنكم تجربوها، مرة طلعت لذيذة معايا. هذه أول مرة أسوي هذه الصينية. بالعادة يعني أخواتي اللي يسووها على طريقتهم، بس مرة حلوة الصراحة. وبس يكفي مدح للأكلة. فهنا وصلنا نهاية الفيديو، ومع السلامة.